السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص العيد على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. أظن أنا عملت الكحك ويا رب يكون عجبكم في فيديو قبل كده. النهاردة هعمل المنين، إن شاء الله هيعجبكم لأنه فعلا طلع تحفة جدا وحلو جدا. وعملت كيلو دقيق، حطيت ذرة ملح وحطيت شمر سمسم خميرة فورية، كل ده معلقة كبيرة من كل حاجة، معلقتين كبار سوري من كل حاجة. خميرة الشمر السمسم، وقلبتهم كويس مع بعض. وبعد كده ضفت عليهم كوباية من السمنة، حطيتها عليها من غير ما اسيحها ومن غير اي حاجة خالص زي ما هي كده. وبعد كده ضفت ربع كوباية زيت بس كده. فضلت اقلب في السمنة مع الدقيق لحد ما اندمجوا مع بعض، ولقيت الدقيق معايا بقى كله متشرب من السمنة ديت والزيت. مش هضيف اي حاجة تانية بعد كده غير لما احس ان الدقيق كله بقى موجود في السمنة وتشرب من السمنة ديت، بقى عامل زي الرملة المبلولة. فكده خلاص اتأكدت يبقى ان الدقيق شرب السمنة كلها. وهقلبه كده كل الاتجاهات. طبعا انا عملت كحك العيد في فيديو قبل كده ونزلته، ويا رب يكون عجبكم. وبجد الكحك كان طعمه حلو جدا، والخطوات بتاعته والطريقة بتاعته انا مبسطاها ومسهلاها وما رغيتش كتير فيها، بس شكلي كده هرغي المرة دي معاكم شوية. انا بس بحب جدا ارائكم وكومنتاتكم اللي بتعلقوا فيها على اي فيديو ليا انا بعمله. يا ريت تقولوا لي لو انا عملت اي حاجه اي خطوه غلط في الكحك او المنين ده. يا ريت تقولوا لي في الكومنتات بتاعتكم علشان اصلح من الغلط اللي انا عملته. وده مش عيب ان الواحد بيتصلح من اخطائه او بيتعلم من اخطائه. فممكن اكون انا عملت حاجة غلط في اي فيديو من الفيديوهات بتاعتي. فطبعا اهل الخبرة الموجودين على القنوات كلها بتاعت اليوتيوب هم ممكن اللي هيعرفوا ويقولوا لي ايه الغلطات اللي انا عملتها. دي كوباية لبن دافية، ولازم تبقى دافية علشان خاطر الخميرة ما تهبطش مننا. وقلبتهم كويس جدا. طبعا انا الخميرة دي انا متأكدة منها ان هي كويسة جدا، واختبرتها كذا مرة في بكذا طريقة عجن. فطبعا دي خلاص انا اتأكدت ان هي سليمة 100%، فبقيت احطها على طول معايا في دقيق، ما بستناش لما بحطها مع اللبن واستناها تخمر. فهي كده بالنسبة لي انا متأكدة ان هي سليمة 100%. طبعا انا بعد ما حطيت اللبن الدافي جبت كوباية مية برضو دافية وحطيتها بالتدريج كده. هفضل احط فيها بالتدريج لحد ما احس ان العجينة مش محتاجة مية تاني. زي ما انتوا شايفين بفضل اعجن فيها لحد احنا مش بنعجن، احنا بنقلب المية في الدقيق، مش بعجن. ده مش عجين خالص، لا انا بعملها بالراحة. انا بقلب الدقيق في السمنة والمية زي ما شايفين. انا اكني بعصر طماطم بالظبط، مش مفيش عجن خالص. طبعا احنا كنا بنعصر الطماطم ساعات في المصفى كده او بنصفيها في المصفى، فبنعملها بايدينا بالمنظر ده او بالشكل ده. فانا ما بعجنش زي ما انتوا شايفين. وكده انا حسيت ان هي محتاجة مية، فطلبت ان هم يحطوا لي ميه على العجينه تاني، وفضلت اعجن فيها. هي كده خلاص العجينه خلاص، انا حسيت ان هي مش محتاجه اي اضافات تانية. وبقيت بدأت ألم العجينة علشان خلاص كده حسيت ان هي مش محتاجة اي حاجة تانية.
بس كده. وهبدأ بعد ما اخلص العجين العجن ده هغطيها اهي، زي ما هوريها لكم الاول قبل ما نقفل عليها. اهي شايفين طريه ازاي؟ طريه جدا وحلوه جدا وبتمط حلوه قوي. انا بحبها بتمط كده، بتدي طعم حلو قوي، بتخلي المنين مقرمش وفي نفس الوقت طري. انا كده هغطيها اخليها تستريح. انا مش هخمر العجينه، انا مش هخمرها خالص، انا هسيبها تستريح شويه وبعد كده هبدأ اخمرها بعد ما ارصها في السجان او في الصواني بتاعتي. انا هجيب اول قطعة واعملها اسطوانة بالشكل ده، هفضل اعمل فيها اسطوانة كده، وبعد كده زي ما انتوا شايفين بفضل اعملها ادورها لحد ما ابططها تعمل اسطوانة طويلة، وبعد كده ابططها واقطعها بالسكينة بالحجم اللي انتوا عايزينه. اهو زي ما انتوا شايفين كده انا بس ببططها وبسويها من كل الاتجاهات ومن كل الجوانب عشان يبقوا قد بعض، عشان ما تبقاش رقيقة من الطرف وتخينة مثلا من الطرف التاني. وممكن لو هي رفيعة تتحرق منك، فكده لازم تبقى بسمك معين حوالي بتاع 2-3 سنتي كده السمك بتاعها. اهي لو انت عايزاها طبعا عريضة اعمليها عريضة، عايزاها رفيعة اعمليها رفيعة. انا عملتها الحجم الوسط، في ناس بيحبوها طويلة قوي، انا ده كده حجمها الوسط كده كويس. وبحاول اسويها عشان بعد ما تتحط في الفرن وتخرج بتبقى ما تبقاش منعكشة او شكلها مش حلو يعني. سويتها وشايفين بسويها ازاي من كل الاتجاهات، وبحاول اظبطها عشان تبقى قد بعض، يعني تحسي ان انا يعني مهندسة طبعا يعني مش مهندسة ولا حاجة، انا بهزر فنانة. او اديني قطعتها اهي زي ما انتوا شايفين كلها مقاس واحد وسمك واحد. واي حاجة باظت منك وانتي بتشيليها انتي ممكن عادي تشيليها وعجنيها من اول وجديد تاني. وباخدها كده وارصها في الصينية. طبعا الصينية احنا مش بندهنها اي حاجة دهنية خلاص، هي كده احنا استكفينا بالحاجات بالدهون اللي موجودة في السمنة الموجودة في الدقيق، السمنة الموجودة في الدقيق، مش محتاجين ان احنا نحط سمنة تاني في الصينية. اهي بسويها، بحاول اسوي فيها لما باجي احطها عشان تبقى قد بعض وزي بعض. طبعا انا عملت جزء كده سادة، وهعمل الجزء التاني كعب الغزال. جبت عجوة وبططتها، جبت كيس لبن اللي هو الكيس اللي هو كيس التلاجة، وبدأت اعملها بالنشابة عشان لو عملتها كده من غير الكيس اللي هو الكيس التلاجة ده بتفتحيه نصين وبتحطيه في النص كده، بتحطي العجوة في النص وتبططيها بالنشابة عشان لو عملتيها بايدك هتلزق ومش هتعرفي تعمليها. وجبت جزء من العجين وبططته وعملته على شكل مربع نفس المربع بتاع العجوة اللي انا عملتها، وبشيل كل الزيادات اللي حواليها عشان تبقى مربعة بالظبط قد العجوة. جبت العجوة طبعا كنت حطها في التلاجة لحد ما اخلص عشان ما تبقاش سايحة مني واعرف اشيلها. اهي سويتها على العجينة اللي معايا المربع اللي انا عاملاه على قد ما قدرت يعني، وعلى قد ما عرفت اتحكم فيها. وبعد كده بدأت اعملها اسطوانة بنلفها اهي زي ما انتوا شايفين،
بلفها اسطوانة. طبعا دي لو عملت الجزء ده كله هتبقى تخينة معانا، فانا عملت نصها وقطعت نصها وعملت النص التاني. تقطعيها بالسكينة بس كده. هعيد عليها تاني عشان ما تقطعتش كويس. وهبططها تاني بس تبطيطه بسيطه جدا، مش هنخليها رفيعه، هي يا دوبك بس ايه، هننزلها شويه من البومبي بتاعها ده اهي، وهي بتبقى تخينه مش رفيعه. وقطعتها، قطعناها كده كله قد بعضه. وبعد كده شيلها على جنب عشان نعمل الجزء التاني. اهي شايفين السمك بتاعها هنا، ولسه لما تخمر هتترفع تاني. شايفين والعجوة دخلت في كل الطبقات بتاعة المنين، مش هتبقى في طبقة واحدة. اهي هعمل الجزء التاني اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا الورق هترصها طبعا في الصينية، وبرده زي ما انا اتفقنا ان احنا مش هندهنها اي حاجة. طبعا انا هعمل على وشها سمسم، بس هجيب لبن وهنزلها فيها واقوم حطاها على السمسم، على اطبعها كده على السمسم. دي الطريقه دي انا عجبتني اكتر من ان انا ارش السمسم على الوش كده من فوق، او ادهنها بالفرشه وبعد كده باللبن وبعد كده ارش عليها السمسم. فدي الطريقه دي احسن عشان السمسم ما يقعش في الصينيه معاكي ويتحرق. فكده دي احسن، مفيش اي حاجه واقعه فيه، الصينيه زي الفل مفيش فيها سمسمية واقعه. وفي نفس الوقت ما كده انت ايه بتتاكدي ان المنين كله فيه سمسم، مش في حته وحته، مش جزء وجزء. فانا كده فعلا كعب الغزال في كله سمسم، الوش كله مليان سمسم. وبعد كده سيبته يخمر، وبعد ما خمر حطيته هنحطه في الفرن لحد ما يستوي. طبعا هنحطه على النار 180 درجة لمدة 10 دقايق او 15 دقيقة بالظبط، او 10 دقايق على من تحت، وبعد كده 5 دقايق على الشواية، يبقى كله على بعضه كده 15 دقيقة. وبعد كده خلاص بعد ما خلصت كل الكمية طبعا حطيناهم في الفرن، ما حطيناهمش على الفرن على طول، سبتها تخمر ساعتين، او سيبيها تخمر على لحد ما تحسي ان هي المنين معاكي اترفع، انها اتنفخت كبرت. بس كده يعني ده انا عملته قبل الفطار وبعد كده سويته بعد الفطار، فخد وقته وخد راحته خالص، عشان كده هيطلع هش معاكي وطري في نفس الوقت. بس اهم حاجة نهتم بالتخمير كويس، وفي نفس الوقت نهتم بالزبدة والسمنة، او السمنة والزيت اللي محطوطين في الدقيق، المقادير كويسة مظبوطة، وانا هكتبها لكم في صندوق الوصف علشان تتأكدوا منها وما تنسوهاش. طبعا انتوا شايفين اهو، شايفين شكل السمسم على كعب الغزال شكله عامل ازاي. شايفين العجوة شكلها واخدة كل الطبقات، مفيش طبقة مفيش فيها عجوة، وفي نفس الوقت العجوة طرية وحلوة جدا وسايحة مش ناشفة معاكي، عشان انا عجنت العجوة بحتة من معلقة من السمنة. تعجيني العجوة بمعلقة من السمنة عشان ما تنشفش. شايفين ناعمة ازاي وحلوة ازاي. وده المنين السادة اهي، شايفين طبعا احنا من جوه فاضي مفرغ من الهواء اللي فيه عشان هو خفيف، وفي نفس الوقت
طري مش ناشف. شايفين ناعمة ازاي؟ ياريت لو عجبكم الفيديو لايك وشير وكومنت وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. مطبخ نوني، ياريت اكون ضيفة خفيفة عليكم ويكون عجبكم الطريقة وانا قلتها بطريقة سهلة ومبسطة. متشكرة جدا ليكم، كل سنة وانتم طيبين. ياريت لو في اي حاجة غلط تبلغوني وتقولولي وانا هرد عليكم. اي استفسار واي حاجة انتوا شايفينها عملتها غلط في الفيديو او اي فيديو ليا انا بكررها تاني، ياريت تقولولي وتعرفوني. زي ما انتوا شايفين المنين شكله عامل ازاي، طري جدا وحلو جدا، ناعم جدا وهش جدا ومقرمش جدا. وبالهنا والشفا، كل سنة وانتم طيبين. مطبخ نوني، باي باي.